اشمعنى انا اللي ابتلى، اشمعنى فلان معاه منصب وانا معيش. قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. معنى الخلق والاختيار. وأكثر الناس لم ينازعوا الله عز وجل في الخلق، وإنما نازعوه في الاختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وختام الآية: سبحان الله وتعالى عما يشركون. فكان إشراكهم من جهة الاختيار وليس من جهة الخلق. وأول معصية إنما وقعت من جهة الاختيار مع التسليم بالخلق. أول معصية وقعت معصية إبليس. ماذا قال؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فسلم لله عز وجل بالخلق ونازعه في الاختيار. والحتة دي بقى هي الحتة اللي بتبين إيمان الناس، مسألة الاختيار. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيعطي مقتضى أو الدليل على تفرده أو استئثاره أو استحقاقه للتفرد بالاختيار، وهو الخلق. يا جماعة، تفرد الله عز وجل بالخلق اللي معظم الناس مقر بيه، ما بينازعش فيه. حتى أهل الإيمان منهم من ينازع الله عز وجل الاختيار. لا، سيبك من المؤمنين. الكفار معظم ملل الكفر تقر لله عز وجل بتفرده بالخلق. وربنا نص على هذا المعنى في القرآن في كفار قريش في أكثر من موضع. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز. يعني آيات كتير بتقر أو بتحكي إقرار الكفار بتفرد الله عز وجل بالخلق. طب المشكلة فين؟ في الاختيار. يعني بداهة كده إن من تفرد بالخلق فله أن يتفرد بالاختيار، بل عكس ده اللي غريب. فالله عز وجل له الاختيار كما أن له الخلق. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق واختار هذا غني وهذا فقير، هذا معافى وهذا مبتلى، وإلى آخر بقى الكلام ده. شوف كل حاجة بتحصل في الكون والناس بتبتدي تنازع في هذا الاختيار. كل ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. بيحصل النزاع فيه ولا لا؟ بيحصل النزاع فيه. حتى من المسلمين، كثير من المسلمين ينازع الرب سبحانه وتعالى في اختياره القدري، في اختياره الكوني. اشمعنى انا اللي ابتلى، اشمعنى انا اللي يضيق علي، اشمعنى فلان معاه فلوس وانا معيش، اشمعنى فلان معاه منصب وانا معيش، اشمعنى فلان معاه سلطه وانا معيش. اختياره سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم نفى أن تكون الخير لأي أحد غير الله. ما كان لهم الخير، عشان ما يجيش حد يقول هو يختار وأنا أختار. ما كان لهم الخير.